السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتنا من الفيديو اللي فات. بصوا يا بنات، يلا نفتح على الفسيخ بتاعنا. عاملينه بطريقة حلوة قوي قوي، جميلة جدا جدا، هتعجبكم ان شاء الله باذن الله كده. بصوا يا بنات، هنفتح عليها هوريكم الجمال بتاع الفسيخ وجمال الفسيخ. بصوا يا بنات، دول 3 سمكات جايباهم بوري. ده سمك بوري يا بنات، جايبينه وملحينه. ملحناه ازاي؟ الفيديو والله العظيم بتاع السمك لما جبته وملحته، الاولاد مسكوا التليفون وهم بيلعبوا بيه مسحوه. جبت السمك البوري ده، غسلت الخياشيم بتاعته وقلبت دماغه لتحت كده في حاجه كده، يعني في مصفى. وبعد كده سبته لحد ما صفى الدم خالص من خياشيمه. بعد كده يا بنات، جبت مناديل ورق وبقيت امسح في السمك وانشف الدم منه، واحط اكبس المناديل الورق في الخياشيم بتاعت بقه كده لحد الخياشيم بتاعته ما نطفت خالص. وبعد كده خلطت ملح وكركم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ملح وكركم وشطه ونقطتين من الخل، بس نقطتين بس، لا اكتر ولا اقل. بس وبجيت املى الخياشيم بتاعته بالملح، وبعد واحط في الكيس ورش عليه، وربطتهم ولفتهم بالشنطه، جوه شنطه جوه شنطه، عن شنط كتير كده عشان ما يدخلوش هوا، ولفته بالبلاستر لحد ما استوى كده زي ما انتوا شايفين. انا سبته لمده 15 يوم، طلع بالجمال ده زي ما انتوا شايفين. لو عجبكم الفسيخ بتاعنا ده كده، ما تنسوليش بلايك واشتراك في القناه. تعملوه يا بنات ارخص ما تشتروه، وانضف واحلى. بصوا يا بنات، جميل جدا جدا. بصوا انا بعمله بالمعلقه، بصوا شايفين بيطلع زي زبده 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 كده، ما شاء الله زي ما انتوا كده شايفين. وحطت له كمان ورقتين ورقتين من ورق اللورة او ورق الغار، اللهم صل على النبي. ملهوش اي ريحه زفاره. رميتهم في الكيس وانا بخلل السمك، حطيته مع السمك يا بنات مع الفسيخ وانا بخلله. طلع ملهوش اي ريحه زفاره والله العظيم. الورق الغار ده او ورق الراوله جميل جدا.